السلام عليكم الحباب، كي راكم؟ غاية لاباس؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم درنا فيديو على ايمان خليف. البارح دات ربحت ديمي فينال، تم ضمنا الفضية وان شاء الله الذهبية. والفيديو تاع اليوم هذا راه في 3 حلقات. الحلقة الاولى هذه نخليكم تسمعوا التسجيل الصوتي نتاع ايمان خليف، ومن بعد ندخلوا في لي ديتاي. ياه، كنت ناوي نلقاكم في ظروف أحسن من هذه بالميدالية الذهبية، ولكن لسوء الحظ البارح سمعنا خبر أنه ما نقدرش ندير الفينال تاعي، ما نقدرش ننزل في المنازلة تاعي في النهائي بمؤامرة. أنا نقول أنه مؤامرة، لأنه قال لك ما تبوكسيش لأنه عندك صفات ومؤهلات ما خلوش تبوكسي مع النساء، وهذا شيء حرام عندنا احنا كجزائريين، ولا يليق بالمرأة الجزائرية. انا ما خلقتش روحي، ولا انا درت هذا الشيء في روحي انايا. هذا الشيء رباني، وهذه خليقة الله، بالرغم من التنمر وكذا وكذا وكذا، لانه قاومت. اليوم انا راني فرحانه بروحي لانه رفعت علم بلادي ورفعته عاليا. كاين الناس تآمرت على الجزائر باش ما يطلعش علم بلادنا وما ندوش الميداليه الذهبيه. كيما سمعتوا التسجيل الصوتي تاع ايمان، كان مؤامرة من طرف بلدين. البلد الاول راه معروف اللي هو المغرب، وبالدليل راه جايكم الدليل المغرب. والبلد الثاني ما على باليش شكون هو. هنا غادي تشوفوا لي مومبر الاعضاء تاع الجمعيه، اللي هي الجمعيه العالميه للملاكمه ليبيا، لاسوسياسيون انترناسيونال دي بوكس. الاولى المومبر الاول غادي ناكدوا لي على هذه اكدوا لي عليها، اللي هي أميمة بالحبيب. هذه ريك مومبر في الكوميتي، مومبر كوميتي، هذه مروكية. أكدوا لي عليها وتكنولوا لها هذه. وهنا ثاني هذا مروكي، ديريكتور مومبر عبد الجواد بالحاج، ثاني في الكوميتي كما راكم تشوفوا. نزيدكم نبيل حلمي ثاني، هذا مومبر ثاني في الكوميتي. وعبد الجواد بالحاج راهم دايرينها حتى 2026 يقعد فيه البوست تاع ديريكتور. نزيدكم ثاني هذو 4 عملاء، واحد في كوميتي دي زونترينور عثمان فضلي، كوميتي ديفيرسيتي زبيدة وسام، وليد غريبي، كوميتي ميديكال، رخلو كوميتي دي كونكور. راكم تشوفوا المغاربة معمرة مغاربة، عقلية تاع صهيون. وين ما كاين الخلوطة والزبل والفساد وكاع راهم راكم تلقاوهم تما. وهنا في جويلية 2023 في الألعاب العربية، وغادي تشوفوا في الفيديو إيمان خليف تلاقت مع هذه بالحبيب، أميمة بالحبيب المروكية. تلاقت مع هذه راهي عندها عام هذه. شوفوا الفيديو شبعتها صوت، ومع التالي حسبت روحها الأخرى غادي تربح، خاطش موالفين يعاونوهم هما. ها الفيديو. وبعد هذا المنازلة اللي دارتها مع إيمان خليف في الألعاب العربية، المغاربة داروا حملة شرسة على إيمان، حملة شرسة. الصحف المواقع كلها طاحت على إيمان من ديك الضربة، وما داينها موراها لحد الآن. كما هنا نقراو غضب بعد فوز المتحول الجنسي الجزائري خليف على المغربية بولحبيب. وهنا غادي نترجم لكم بالعربية. أثار فوز الملاكم الجزائري المتحول جنسيا أيمن خليف على الملاكمة المغربية أميمة بالحبيب في النهائي وزن أقل من 66 كيلوغرام في الألعاب الرياضية العربية،
ردود فعل قوية بين مستخدمي الإنترنت المغاربة وشبكة التواصل الاجتماعي، وأثار هذا الفوج جدلا كبيرا ويتساءلون أعلاه. سمحت الجامعة الملكية المغربية للملاكمة بالحبيب بالمشاركة في هذه البطولة. هذه ردود الفعل تاعهم. وفي الألعاب الإفريقية، الدورة الإفريقية اللي داروها في السنغال، حمل إيمان خليف تغلبت على المغربية هذه أميمة بالحبيب، تغلبت عليها باش تكاليفت. إيمان باش تكاليفت لي جوز أولمبيك هذو عليها. راهم دايرين تاني حملة هذه في الألعاب في باريس 2024. راهم دايرين هاد الحملة تاني عليها، وتوجه غير المغاربة، وخاصة هذه أميمة بالحبيب راهي غايدتها لحد الآن، راهي غايدتها. وهذه هي عقلية تاع المغاربة. الله غالب، هذا ما حلبة البقرة. Perché mi viene voglia adesso di parlare, un po' ci credo, un po' tanto per fare, insieme noi due si può provare, cadere come due foglie libere e leggere, con gli aquiloni pazzi verso il mare. Se vuoi di più, se lo vuoi fare tu, volare come due uccelli contro l'uragano, come verieli persi da lontano, senza paura, dandoci la mano,